شهدت مدينة السعيدية الساحلية مساء أمس الجمعة 10 يوليو الجار واقعة غريبة أثارت الكثير من الجدل والفضول بين الساكنة المحلية والزوار، وذلك بعد العثور على ثروة مالية طائلة بحوزة شخص يعيش في وضعية تشرد. وحسب مصادر مطلعة، فقد جاء اكتشاف هذا المبلغ الضخم الذي يناهز أزيد من 100,000 يورو، أزيد من 100 مليون سنتيم، في إطار حملة ميدانية واسعة تقودها السلطات المحلية لجمع الأشخاص في وضعية تشرد والمختلين عقلياً، وهي خطوة تأتي تزامناً مع انطلاق الموسم الصيفي لضمان تنظيم الفضاء العام بالمدينة السياحية. المفاجأة غير المتوقعة أصابت العناصر المشاركة في الحملة بذهول شديد فور عثورهم على الأوراق النقدية بحوزة المعني بالأمر، مما استدعى إخطار المصالح الأمنية المختصة بشكل فوري. وفور انتشار الخبر، سادت حالة من التفاعل الواسع والجدل على منصات التواصل الاجتماعي وبين سكان المدينة حول مصدر هذه الأموال الضخمة، وتواصل المصالح الأمنية في الوقت الحالي تحرياتها والتحقق من هوية الشخص المعني لمعرفة الظروف المحيطة بحيازته لهذا المبلغ الخيالي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية في القادم من الأيام لتفكيك خيوط هذه الواقعة المثيرة.